يا مصطفى في تحدي كبير بين منتخب اليمن ولبنان. بلال الحداد حيحلق شوارب إذا فازت اليمن. والله عاد لا ادري انبه منتخب لبناني معلش لان لبنان معاهم منتخب. بس إذا فزنا ضروري نشجع اليمن. انا الصدق منشجع لبنان. كيف؟ شجع المنتخب اللبناني يا اخي. يئسنا من المنتخب اليمني 90 سنة ما قد فازوا في مباراة. طيب تحدي والله ان احنا صبرنا عليكم يا منتخبنا خيرات، ما فيش علينا اي ملام. انا مشجع المنتخب اللبناني. ليش ما أنت يمني؟ يا اخي ولو يمني فوق عيني وراسي، ولكن الكرة ما لها دخل في اليمن ولا يشوهوا سمعتنا. بلال بيتحدى قال يحلق هالشوارب ودقنا. ليش يحرقها؟ إذا فازت اليمن. راكن شوف يعني لانه دار انه ما يحلقش. دار ان احنا خاسرين يعني. بس نفعل المستحيل. المنتخب اليمني لا تلعبوا كرة بجاه الله، روحوا لا احد يعني ما فينا مكفينا. تلعبوا يعني خاسرين من قبل ما تلعبوا. اسمع ولو نحفزهم يا اخي خاسرين. المنتخب قد المدرب حق المنتخب بيقول لهم انتبهوا يدفعوا عليكم اكثر من 3. انتبهوا يعني قدوا داري انهم حيخسروا. يا من حاولوا ما يهدفوا عليكم الا 4 لا قدي 6. هذه المرة علشان بلال يحلقهم بالشوارب نحفزهم. خاسرين يعني بشرى سارة خاسرين. المنتخب اليمني خاسر 6-0 وبيننا خاسرين يا منتخب. ما عليكم منا شدوا يا من والله انه يعني الشعب الوحيد الذي ما بيتفاجئش من النتيجة حق المباراة، ما يتفاجئش من الخسارة، ما يخافش من النتيجة. احنا الشعب الذي نخاف اذا المنتخب اليمني هدف ندعي يا الله تكمل المباراة سريع. يا الله اول ما نهدف هدف ولو في اول 5 دقائق نهدف هدف يا الله تكمل المباراة. يا حكم صفر خايفين لا عاد يعني 17. نشجع لبنان. شجع لبنان يا اخي اخطا في وشي. يا اخي المنتخب اليمني بخسوا بنا خيرات فلا حد يقامر ويقول عن فوز وعن سبحان الله. يمكن نفوز معجزة. لا شيء معجزة من السماء السابعة تدخل إلهي مدري. ما رأيك بلال يحلق مش بعدها ما يحلقش. إذا فزنا يا أخي ما أنفس. يا أخي سبحان الله. يا أخي ما سبحان الله يعني إذا به معجزة ندعي. دعاك مستجاب أنت. الله النية. أنت قال لك عيدعي. أنا لو دعيت لا هذا لا تعرف. اسمع قول إن شاء الله. قول إن شاء الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله إن المنتخب اليمني يفوز يا رب. وعلشان بس هذا يحلق شنبه ودقنته هاي الشوارب راح نخليك تحلق هيدا الشوارب. طبعا أنا والله